بص على اللي بيحصل ده. الراجل ده بيرمي شوية ملح على سمك قرموط، السمك اللي كان بالكاد بيتحرك فجأة بدأ يتقلب بعنف كأن في زرار داس عليه. أغلب الناس اللي أول مرة تشوف المنظر ده بتفتكر إن الملح نشط السمك أو رجعه للحياة، بس الحقيقة مختلفة شوية. دي طريقة تقليدية قديمة بيستخدمها أهل رشيد ومناطق كتير على النيل لتنظيف وتحضير سمك القرموط. سمك القرموط جلده متغطي بطبقة مخاطية سميكة، الطبقة دي بتمسك فيها أوساخ وطين وبكتيريا، وكمان هي السبب الرئيسي في الريحة الصعبة اللي أنت بتشمها. أول ما كمية ملح كبيرة تلمس الجلد بيحصل صدمة مفاجئة، الصدمة دي بتخلي الخلايا تفقد المية بسرعة وتخلي العضلات تدخل في انقباضات لا إرادية، عشان كده السمك يبدأ يتحرك بعنف، مش لأنه صحي لكن لأنه بيتأثر بضغط شديد على جلده وأعصابه. بعد كده بيجي التأثير التاني، الملح بيسحب الرطوبة من السطح فاللحم يشد ويبقى أنضف وأكتر تماسك، وده بيحسن طعمه بعد الطبخ. وبالنسبة للصيادين وبياعين السمك، الطريقة دي مستخدمة من سنين لأنها بسيطة ورخيصة ومن غير كيماويات. قبضة ملح واحدة بتشيل المخاط وتقلل الريحة وتسهل التنظيف في ثواني. فاللي انت شايفه ده مش سمك رجع للحياة ولا سحر، دي ببساطة رد فعل عصبي وعضلي بسبب الملح. والمنظر رغم دراميته علمه بسيط جدا. يا ريت بقى أهل رشيد أو الصيادين اللي بيصطادوا القرموط يقولوا لنا هل الطريقة دي ما زالت مستخدمة ولا لأ. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.